صدفة غريبة جدا في حياة مي عمر بعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل الست موناليزا. المفروض ان في الحلقة دي ابوها في المسلسل اتوفى، وللأسف بعد عرض الحلقة بيوم محمد سامي كتب بوست ان والد مي عمر اتوفى، ودي صورتها من جنازة والدها الله يرحمه. كمان اخو زينة توفى بأزمة قلبية ربنا يرحمهم. نهارك اسود بجد، يعني ايه فاكرة السينما والدبدوب؟ دي ميادة الحناوي زمان ودي ميادة الحناوي دلوقتي. ميادة الحناوي عندها 67 سنة، والله انا اللي عندي 67 سنة. تخيلوا يا جماعة ان اعلان هيثم شاكر بتاع الجبنة ده عيطني اكتر من مسلسلات المفروض يكون فيها قصه. والله اتعاطفت معاه ان هو مش لاقي الجبنه. على فكره البرنامج بتاع تميم يونس ده حلو بس مش واخد حقه. بعد انفصالها من عمرو اديب ظهرت لميس الحديدي وهي بتفطر مع منال سلامه واميره اديب. حد هنا كتب مش لميس وعمرو اتطلقوا، فاميره ردت وقالت فايه يعني عيلتنا هتفضل زي ما هي. كل ما تفتح التلفزيون هتلاقي الاستاذه سما ابراهيم بتعيط على خيبتها في عيالها. الميله بتقول لك ان مسلسل اصحاب الارض مش بيحكي تاريخ، ده بيغسل جريمه، يقلب القاتل ضحيه ويطلب منك تصدق وتتعاطف. مخرج المسلسل بيتر ميمي قال لها تزييف حقيقي ايه، دي الفيديوهات موجوده. عموما انا دخت عبال ما اجيب ممثله شبهي.